النهارده هيكون عن مشتريات المدرسة للترم الثاني. بس قبل ما نبدا الفيديو متنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب، كومنت، شير، اشعارات، ويلا نبدأ. فيا جماعه اصلا الترم الثاني بدا اديله سنتين واحنا لسه فاكرين النهارده. حصل النهارده اصلا الثلاث والمدرسه كانت يوم الاحد، فانا لسه اصلا بادئه امبارح الترم، ذاكرت شويه وشكرا. بس قادر ما عملتش. فالنهارده يا دوب رحنا اشترينا الكتب والحاجات اللي محتاجينها وكله ده علشان نبدا بجد مذاكره من السنه الجايه. حصل. فيلا بينا نشوف بقى اشترينا ايه. اكيد المشتريات مش هتكون زي الترم الاول طبعا عشان الترم الاول حاجاتها لسه موجوده، وحاجات تالتة اعدادي بتاعت السنه اللي فاتت لسه موجوده زي ما هي. فانا بالنسبه لي اشتريت الحاجات اللي انا نفسي فيها او اللي محتاجاها. حصل. فيلا نشوف اول حاجه نشوفها ايه. الكتب دي انا ومارتينا طبعا شفت اللي انا محتاجاه، وطبعا جبنا اللي موجود في المكاتب وسيبنا اللي مش موجود. فيا جماعه في كتب من انجي، كتابين صح؟ كتابين مش عايزاهم. في كتابين هي مش عايزه تشتريهم. واحد اخدت الملزمه بتاعه المستر او كتاب المستر، فهي كده كده معاها كتاب المستر، وواحد تاني معاها كتاب بتاع السنه اللي فاتت، والميس كمان بتعمل لها ملازم. كل حصه ملزمه جديده او شيت كده اهوت بيبقى فيه برضو واجب وبتاع، فمش فهي في كتب مش محتاجاها، فجابت 3 كتب بس. وفي كتاب لسه هنشتريه النهارده بالليل عشان لسه هيوصل النهارده بالليل، بس اشترينا اللي موجود. حصل. هما كتابين بس هوريهم لكم عشان هما صغيرين سيكا بتوع مارتينا بس. اول حاجه هنبدا بتوع مارتينا. كتاب اللغه العربيه للستة ابتدائي. انا ده جاي ورا كتاب برضه صح؟ هو كتابين ده عربي. وكتاب الدراسات اللي هي اكتر ماده اصلا كنت بحبها بس حاليا بكرهها. دراسات 6 ابتدائي برضه. يلا بس بقى في حاجتي هنا انا فتحتهم في المكتبه على العموم يعني. اول حاجه وهو العلوم بتاعي. بجد انا مش عارفه ليه الكتاب كان الترم الاول قد كده اهو، دلوقتي الثلاثه على بعض مش مكملين كده اهو. خدي ده هم 4 كتب، دول 4 حاجات. وكمان كتاب يا عم ما تتظبط بقى. وكمان كتاب الدراسات، الكتاب الاساسي، كتاب الامتحانات، كتاب الاجوبه. وجت مع البتاعه دي انا معايا بتاعت الترم الاول طلعت خريطه، فدي الصراحه بصوا. افتحيها كمان. شوفي انت امسكي من ناحيه وانا من ناحيه. بصوا يا جماعه يا رب بس تكون باينه كلها. ده من قدام، ده من ورا. انا مش عارفه اللي قدام من ورا منها، بس انا لازقه بتاعت الترم الاول على الخريطه، فانا مش هشيل الخريطه وهلزق دي جنبها. اربع اجزاء بس مش اكتر. تعالي نشوف كتبي. كتبها حرفيا 8 ولا 9 كتب. دول 7 علشان بصوا يا جماعه، انا كنت ناويه هم 10 كتب اللي بنشتريهم المفروض لاولى ثانوي. انا كنت ناويه اجيب 9 بس عشان الفلسفه ولا بتتذاكر ولا بنجيب لها كتاب، بتتشال على طول. تمام. ما كنتش هجيب فلسفه، بس رحنا المكتبه وفي كتابين ناقصين فلسه هنشتريهم برضو بالليل. الكيمياء والعربي برضه. الكيمياء والعربي ولا الكيمياء والرياضه. فاول كتاب عندنا هنا ده الفيزياء. هنبدا بالفيزياء. فيزياء ده كان ايه ده؟ اصل الكفر ده ترم الارض كان بتاع فيزياء فانا اتلخبطت، ده احياء اصلا. والكفر ده بتاع الاحياء بتاع ترم الارض، دلوقتي بقى بتاع فيزياء. جغرافيا. ايه الالوان دي؟ الوان تاريخ. عربي. بحب العربي عشان بفهمه بسرعه. فنفتح العربي سوا. راجل في المكتبه فتح الجزء اللي من قدام. بتفتحوا ليه؟ عشان يحطوا الطبعه بتاعت الكتاب. الناس يوم عيد ميلادها تفتح هدايا ونفتح كتب. قولي لها كل سنه انت طيبه. هابي بيرثداي. هابي بيرثداي. هابي بيرثداي تو يو. ماشي. كتابين. انتوا بتاخدوا طموح جاريه؟ احنا بناخد طموح جارية ايه؟ انا شفتها طموح جاريه. لا ما بناخدش طموح جارية، والله ما اعرف اسم القصة بتاعتها. ما بتذاكرش عليها درجة. اللغة الانجليزية انجلش هفتحه برضو، بحب افتح كتب. انا فتحتهم وانا هناك في المكتبه، ما صدقتش لازم اشوف الحاجه. ده الكتاب ومعاه القصة اللي هي تريجر ايلاند.
والفرنش اخر كتاب فرنش المعاصر ده. بحب افتح كتب مش عارفه ليه. اخر كتاب هتفتحيه؟ لا في كتابين بالليل. ليه 3 قطع؟ ليه انصر ده كمان؟ ده لغة عربية. لغة عربية ده فرنش. والله إذا قريتها لغة عربية. فدي بالنسبة للكتب الخارجية. ودلوقتي جه دور الدفاتر مش الكشاكيل. الدفاتر طبعا احنا الترم الاول انا اشتريت تقريبا 9 دفاتر سلك كمان، وغير الكشاكيل التانية الصغيرة بتاعت المدرسة. وجبنا كمية كبيرة يعني جبنا كتير قوي كشاكيل حرفيا. فانا الترم ده ما جبتش غير كشكول واحد بس. كشكولين 3 مش عارفة انا اشوف ايه. واحد بتاع صاحبتي اشتريته لها بس حبينا هنوريه لكم يعني. هتاخده علشان لا هتاخده. ماشي ايه مش هنوريه. مش هنوري بتاع صاحبتي. هتشوفوا بتاع صاحبتي ليه؟ واحد بتاعي واحد بتاعي ونوت بوك صغير. واحد بتاعي. اول واحد جبته تقريبا من اسبوعين. ده جبته الاسبوع اللي فات ما تفتيش. يلا جبته من اسبوع. ده هعمل فيه البولت جورنال او تخطيط الترم كله. ازاي اخطط بقى؟ اخطط لكل يوم. طبعا هعمل له فيديو مخصص. مش عايزه احرق الحاجات اللي انا عاملاها جواه علشان حرفيا اللي جواه ده فيديو لوحده. هو ده كشكول هارد كفر. كل هارد كفر اللي احنا جايبينه اصلا ما عدا الكشكول بتاع الصندوق. هارد كفر وكم ورقه ده؟ يما ما تفتيش انا هقرا. 100 ورقه. ده 100 ورقه هارد كفر صغنطوط عشان نعمل فيه التخطيط البلان. هي هتعمل تخطيط البلان بس تخطيط الخط. لا بجد انا مش عارفه هي هتعمل ايه بولت جورنال. انا عن نفسي هعمل تو دو ليست. هعمل بولت جورنال عشان ننظم حياتي في الفيديو بقى. استنوا الفيديو الجاي هتلاقيه بولت جورنال. هتعرفوا ايه البولت جورنال وكل حاجه فيه وازاي هنظم وقت الترم التاني وكل حاجه. برسم لها حلم كده في البتاع بتاع ده. تاني كشكول وهو ده. نفتحه. ده بقى فظيع. نسيت ايه عامله ايه. هو الكشكول اصلا تحفه. مكتوب عليه النوت بوك. هو مش نوت بوك اصلا. هما كاتبين كده. بقول اللي كاتبين عليه ركزوا شويه. مكتوب عليه never give up. never give up. لا تستسلم ابدا. ما تستسلمي. ده كم ورقه؟ ده 200 ورقه هارد كفر طويل عريض سخين فيه كتير قوي. متقسم هنا 5 اقسام. يعني هو مش متقسم كورق بس متقسم كالوان. في 5 الوان كده متقسم كل جزء لون. يعني مثلا اللون الاحمر كله ده. ثانيه بجد هما لو كانوا كاتبين 4 الوان كنت اللون كام لون. ده مثلا لون احمر بعديه ازرق بعديه اخضر كده بعديه بربل. فده الكشكول اللي هحط فيه 5 مواد. والخمس مواد التانيين هخليهم في كشكول الترم الاول بس ده هعمل فيه ملخصات يعني بتاع المواد الصعبه المكلكعه اللي عايزه اضربها بالجزمه. تلخيص يعني. صح. بتاعي اذا عرفت نفسك فلا يضرك ما قيل فيك. اذا عرفت نفسك فلا يضرك ما قيل فيك. بصوا ده كام؟ ده 160 ورقه. بصوا متقسم ازاي بقى كده. هو انا كتبت فيه لان جايباه من اسبوعين انا قبلها. متقسم كده اهو مجموعه ورق كده 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 كده. متقسم 4 تقسيمات. استنى اوريكم شكله من اهو كده. فمكتوب على شكله احلى من بتاع بكتير. ورود. مع ان انا ما بحبش الورود على نفسي. كان نفسي يبقى الشكل ده بس ده نو. عايزه الشكل بتاع صاحبتك. الشكل بتاع صاحبتك احسن من الورود. انا مش بحب الورود انا. فده اول كشكول انجي جابته اللي هو الكشكول الوحيد. هي اصلا عندها 5 مواد وعندها هنا هتحط 4 مواد ودول كل المواد ما عدا الرياضه لان الرياضه دي بتتحل في كراسي عاديه. فانا ليه اجيب لا اللي هيقول لي ان الرياضه بتتلخص مش هعمل فيها. مش هقول لكم هعمل فيها. وهات النوت بوك اللي هناك دي. طيب وكمان النوت بوك دي طبعا انا اول حاجه كسرت بتاع القلم وطلعت البتاع من هنا. انا بوظت كل حاجه بس طلعت بتاعتي من هنا. كان فيها ورقه كده بتعرف ان هي نوت بوك وكم ورقه وكم. رحت
وهي دي صغنطوطه اعمل فيها الدودو ليست بتاعتي. هو انا اوريدي عملت بس. وريني التو ليست بتاعتك. لا لا افضحك والله لا افضحك، وريني. نو واي. وريني التو ليست No way. اليوم. وريني التو هقول لك بتاعت امبارح. بتاعت النهارده فيها 3 مهمات ما عملتش ولا مهمه. وريني بتاعت امبارح. بس بتاعت امبارح انا كاتبه انا هعمل ايه بس نسيت اكتب البتاع. يوم 12/2 اذاكر رياضه، ذاكرت رياضه ونفختها. اذاكر علوم، ذاكرت علوم ذاكرت الكورس. ذاكرت انجليزي لا، ورحت درس رياضه ورحت الكورس ما ذاكرتش الدرس الجديد بتاع الرياضة. اتفضلوا يا جماعه. ولا حاجه عملتها. لا ما عملتش 2 من اصل 1 ولا حاجة عملتها. 6 7. انت الاخضر يعني عملتيه؟ طيب ماشي. امال انت مفكره ده النوت بوك بتاع اندي صغنطوط. بالقلم بتاعها اللي كسرت الودن بتاعته. مفسده فيا جماعه قررت اوريكم اسمه ايه؟ الرفايع والحاجات كشكول صاحبتي. جماعه شكله تحفه. ده كشكول صاحبتي، مش هطلعه من الكيس طبعا عشان نفتحها ودفع فلوسي. هي ماليش دعوه. البنت اموره والله مريم هتقولي كنت عايزه التاني. انا عارفه مريم. مكتوب عليه جمله تحديديه بس مش عارفه اقراها. هي مش عارفه، هي مكسره تقراها. انا مش هقرا اصل الجمله كتير قوي فانا مش هقرا ده كله. كبيره كام سطر؟ 1 2 3 4. مش هقرا ده كله. مش عايزه اعرف الجمله 4. التحديديه يعني. وهوريكم شويه الرفائع اللي جبناها صغنطوطه قوي كده، اللي هي اصلا من غيرها ما ينفعش نكمل فيا جماعه شويه الرفائع بقى اللي بتخلينا نذاكر اصلا. المفروض هي مش رفايع، المفروض دي اساسيات بس. هاتي نوع اقلام اللي انا بحب اكتب بيه. جبت 4 اقلام روتو. انا جبتهم بس انا بحب اكتب بده. هو طبعا مش هقعد كتير من كل ب4 اقلام، هجيب بس اللي جبناهم 10 كمان، بس دول اللي جبناهم دلوقتي. بتخلصي دستة كل اسبوع. دول 4. دول 4 يا جماعه. انا لسه مخلصه اصلا 3 اقلام من امبارح للنهارده. وطبعا روتو انا بستخدم روتو. هي بروتو. جماعه انا بستخدم روتو اللي هو ده. استنى هوريه لكم. هي بتقول لا وحش. خطه تخين جدا جدا. مش تخين. استنى اقول لك كم ملي. ده يا دوبك 1 ملي. فين؟ هنا جيت على 7 يعني 7 من 1 كام؟ 7 ملي متر. وانا 1 متر 7 من 10 ملي. انا بتاعي 7 من 10، انت 1 ملي. بس ده بالنسبه لي احسن. وريني مع الهايلايتر من روتو. الوان الباستل تحفه. الباستل جربتيها؟ هتقولي تحفه يا جماعه. شوفوا الالوان بالترتيب تحفه. وريني بيطبعوا. اكيد لا بيطبعوش، حاجه خفيفه جدا. فدي بالنسبه انا اصلا عندي هايلايتر ثانيه. دول اللي اشتريتهم جديد ودول اللي عندي اهو من ثالثه اعدادي اصلا معايا. انا معايا 3 روتو و2 الماركه دي الصراحه ما اعرفهاش، بس بجد معايا 5 فكفايه. انا ما بستخدمهمش اصلا غير يا دوبك اللون الاخضر هلكاه وقرب يخلص. انا كده معايا 8. كوريكشن تيب او اللي هو فضلت ادور عليها عشان كنت محتاجاه جدا، مش عارفه كنت حاطاه فين بجد. انا كنت حاطاها على المكتب بتاعك اصلا. لا امبارح كنت حاطاها هنا، شفته ما كانش موجود. يلا المهم بصوا يا جماعه، ده هو جبته صغير لان انا اول مره اجربه وقع على الكيك ومش هجربه تاني. بجد عمال ما تعملوه كذا مره بياخد اللي قبله، فحاجه مستفزه قوي. لا اما الماركه مستفزه، لا اما انا جبت حاجه غلط، لا اما هو اصلا كله على بعضه مستفز. وكمان جبنا دي كانت جايباها ايام الامتحانات. امتحنت بيها مره الترم الاول وبعدين مرتين. ايوه امتحان الهندسه والجبر وما عملتش بيها حاجه تانية عشان انا كان عندي في نفس الوقت امتحان فيزياء ورياضه. فاضطرينا نجيب آلة على الآلة بتاعتي، فدي تعتبر جديده، فدي آلة جديده برضه بتاعتي. ايوه بتاعتك. قلت بتاعتي اللي هو كاسيو. فاتس اوكي. الاصليه على فكره دباسه اللي ب 150 جنيه. بابا بينزل لنا. احنا بننزل، مش عارفه احنا بننزل لمين، بس اوريها لكم. استنى ولا هوريها. شايفين شياكه؟ الشياكه دي يا جماعه. بصوا استنى. لا انا اللي اعملها. المهم يا جماعه شياكه حماره مش عارفه في ايه. بصوا بقى السحر والشعوذه دي. انا حاطه ايدي هنا كده وهتلاقي البتاع طلع. بصوا سبحان الله فعلا.
تاني بيو. اللي مش عارف هي المكان اللي بنحطه فيه الدبابيس ما بيطلعش كده، لا بندوس على الزرار ده كده بتطلع تتسحب وتكملي بقى السحب وتدخليها كده وتدبسي. طبعا في حاجه تاني؟ لا بس هو ده الفيديو. طبعا ما اشتريناش حاجات كتيره، بس اشترينا الحاجات اللي احنا محتاجينها، فانتوا برضو شوفوا الحاجات اللي انتوا محتاجينها وكملوا على حاجات الترم الاول لو موجوده او لسه عايشه معاكم، واشتروها وابدأ الترم التاني. واللي بدأ يكتب لنا في الكومنت. انا بدات اول امبارح بس باخد نتفه من الملعب واجري، وطبعا بتهزق عشان ما بكملش الدرس. وبس كده بيكون خلص فيديو النهارده. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب كومنت شير اشعارات باي.